ايه كميه الحقد والغضب اللي على محمد صلاح دي؟ الموضوع بامانه خرج عن نطاق كره القدم. يا ابو الكباتن، ده في ناس كتير جدا طلعت بتكره صلاح وشمتانه فيه علشان انه اتصاب. وبالمناسبه منتخب مصر اعلن عن حجم اصابه محمد صلاح ومده غيابه على موقعه على اكس، ونزل تغريده اكد من خلالها ان محمد صلاح يعاني من شد في العضله الخلفيه وهيغيب عن مباراتين للمنتخب المصري في بطوله كاس الامم الافريقيه 2023 امام كاب فيردي ومباراه دور ال 16 في حاله تاهل. طبعا في ناس قالت بقى احسن يغور في 60 داهيه يا عم، واللي يقول يا رب يفضل مصاب على طول. ده لدرجه يا ابو الكباتن ان في ناس مقتنعه انه قاصد انه يخسر منتخب مصر. ازاي بس يا جدع؟ ده هو اكتر لاعب في الجيل الحالي محتاج البطوله دي علشان يضاف له في الكارير بتاعه بطوله واحده حتى مع منتخب بلاده. بس هقول لك على حاجه يا ابو الكباتن وانت فكر معايا فيها. دلوقتي انت قدامك شخصين، شخص حاقد على صلاح وشمتان فيه جدا انه اتصاب وبيتمنى له دايما الاذى كل يوم، وغيران وحاقد على نجاحه حتى بيحسب له كميه الفلوس اللي بياخدها. وفي شخص تاني بيقعد يشتم على صلاح برضه وبيقول ان مستواه زي الزفت، بس اول ما يتصاب يقول لا 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 الف سلامه عليه، ده انت فخر العرب وان شاء الله باذن الله ترجع احسن من الاول. فده طبعا انت هتفهم ان هو ولا حاقد ولا شمتان خالص، ده هو غيران على منتخبه ومحب وعشمان انك تعمل مع منتخب مصر كل اللي انت بتعمله مع ليفربول. ده شخص لا يحمل اي حقد او شماته تجاه محمد صلاح اللي هو مهما حصل ده برضه ابن مصر وهو اللي مشرفنا بره واسطوره الاساطير كمان. وهتلاقيك انت ابو الكباتن قادر تفهم وتميز بين الحاقد والشمتان واللي قلبه اسود وبين المحب والعشمان.